السلام عليكم خوتي خواتاتي وميماتي. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بألف خير. فيديو جديد في نهار جديد ضمن تحضيرات الشهر الكريم، الله يلحقنا ليه يا ربي. غنشارك معكم هذه المعسله السهله والبسيطه، ما فيها لا تشباك لا كثرة المقادير. مذاق ديال الشباكيه كتجي مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت. تبعوا معايا الفيديو ما تمشيو فين، وما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه، وكذلك واحد البارطاج للاصدقاء والاهل والاحباب. ونوضي معايا اختي المطبخ، الا عندك واحد جوج كيسان ديال الجنجلان والدقيق تبعي لي المطبخ وصاوبي هاد المعسله سهله دغيا توجديها واقتصاديه، وكي قلت لكم ما فيهاش كثر التماره، بلا تشباك بلا صداع الراس، وبمذاق ديال الشباكيه. ونبداو على بركه الله. قبل ما نبداو نصليو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كناخذوا قصريه ولا اناء، وانتم فين بغيتو تعجنوا. كناخذوا هكا جوج كيسان ديال الجنجلان يكون ما محمرش، وغادي نضيفوا 3 د الكؤوس ديال الدقيق. الكاس حاولوا تعمروه هكا بالمعلقه، كي شفتوا كيكون ممسوح هكا الكاس العبار بالكاس ديال العنبه. دابا نخلي لكم العبار ديالو في صندوق الوصف بالضبط. كي شفتوا درنا 3 د الكؤوس ديال العنبه وجوج كيسان ديال الجنجلان. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع والقرفه، درت تما معلقه كبيره من كل من القرفه والنافع وحبه حلاوه. وهنا غادي ندير خماره ديال الحلوى. وبالنسبه للنافع وحبه حلاوه راه هي الشمر واليانسون. صافي غنمزج دوك العناصر مع بعضياتهم، النواشف كامل غنمزجهم. من بعد غادي نضيف نصف كاس ديال الزبده ذوبتها، زبده حيوانيه من نوعيه جيده. ومن بعد غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده. كي قلت لكم راه مقادير بسيطه وكتخرج كميه لا باس بها، وما فيهاش كثر التماره. قلت لكم بلا تشباك ولا صداع الراس. صافي اختي هاد المعسله سهله ودغيا كتوجد معك. صافي غنبسبس مزيان دوك النواشف كاملين بديك الزبده والزيت. من بعد غادي نضيف نصف كاس ديال ماء الزهر. من طبيعه الحال كنديروا قبصه د الملح باش كتعدل لينا الذوق عندها وتنساوها. هنا ضفت نصف كاس ديال ماء الزهر. صافي غادي ندخلو وغادي نبدا نكمل بالماء. تقريبا راه هزت ليا بين ماء الزهر والماء تقريبا كاس، يعني نصف كاس ديال ماء الزهر ونصف كاس ديال الماء. الماء حاولوا تضيفوه غير بالتدريج وشويه بشويه باش ما يجراش لكم الخليط. صافي حنا كنجمعوا، ما درت لكم حتى شي حاجه، غير كتجمعوا العجين بيديكم هكايا. من بعد ما كتجمعوها كديروها في واحد البلاستيكه ولا في السلوفان هكا بلاستيك غذائي، وكتخليوها تقريبا واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه، وكترجعوا ليها تشكلوها. صافي هنا من بعد ما جمعت لي غادي نخليها ترتاح تقريبا كي قلت لكم واحد 15 دقيقه حتى لنصف ساعه. من بعد غادي نرجعوا ليها. كنقسموها هكا اللي بغيتو نتوما، تقسموها على 2 ولا على 3 باش تلقوها. انا قسمتها على 2، عندي سطح العمل صغير، داكشي علاش نتوما عندكم سطح العمل كبير قسموها كامل في خطره وحده وخدموها في خطره وحده. صافي غنحاول ما امكن نطلق هاد العجين هذا، كنطلقوه على شكل رقيق حيت حنا دايرين فيها الخماره. غير شكلوها هكايا، واخا ما ديروش لها بلاستيك ولا داك الورق ديال الطبخ، راه ما كتلتصق لا والو، غير تلقوها هكايا. صافي كتاخدو هكا شي طابع هكا عندكم دائري، وكتبقاو تشكلوا هكا دوك الدوائر. صافي هكا كنحيدو داك الزائد ديال العجين وما تدلكوش، غير كتجمعوا هكا العجين كديروه شي على شي وكتخليوه حتى كترجعوا عاوتاني كتطلقوه. وكندير هاد الشكل هذا ديال هاد الوريضه هكايا كي شفتوا. كنجيب النصف ديال الدائره، يعني غير تقريبا غير الثلث. هانتوما غتشوفوا راه الفيديو شارح راسو. صافي وكنجمع وحاولوا ما امكن تقرصوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم ملي كتكونوا كتقليوها. هاد الطريقه واضحه وسهله
اختي ساهل احسن من احسن بالنسبه هكا النساء اللي ما كيعكزوا هكا على الشباكيه، وانا منهم صراحه ما كنديرهاش، فيها تماره بزاف صراحه ما كنديرهاش. وهذه ساهله دغيا توجديها. وبالنسبه لهذوك بحال الشكل ديال البليغات، كاين البليغات كيديروا المربع، انا درت هكا بشكل دائري. كتجمعي هكا كتقرصي النصف على نصف وقرصي عليه مزيان صافي. كتخليوها هكا تنشف تقريبا ثاني واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. صافي اختي كديري الزيت يبدا يسخن. ملي كتبغي تبدا يتقلي كديري الحراره متوسطه ديال النار وكتبداي تلوحي هكا دوك هاد الشكيلات هادو اللي درنا حنا تقريبا كي شفتوا بديك الكميه ديال الدقيق والجنجلان درنا جوج ديال الاشكال، وعندك دابا جوج شكيلات ديال المعسلات، وفي وقت وجيز وسهل ماهلين خلاوها بلا كثر التماره بلا شبك بلا حتى شي حاجه، وكيجيو زوينين وراقين حتى في المنظر وفي الشكل. صافي كنستعمل بهذا العود هذا كنبقى نحرك وانا كنضيف داك العجين. صافي بدا كيتحمر ليا شويه تخليوه شي يتحرك، كتشوفوا هكا دخلوا الطياب كتحيدوه وكديروه في العسل. بالنسبه للعسل راني شاركته معكم في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف تحت العنوان ديال الفيديو. اللي بغى وكان مهتم يدخل يشوفه، راه عسل ناجح كيلصق في المعسلات كيف ما بغات تكون. صافي هكا كنقاد على هاد الطريقه هذه، كنقلي وكنحط في العسل. هاد القليه هذه ما كتجي تقلى لنا القليه الثانيه كتكون تعسلات الاخرى شربات العسل. كنحيدها كنديرها هكا في شبيكه ولا في كسكاس ولا هكا شي صفايه، وكنهز الاخرى كتكون تقلات كنديرها عاوتاني في العسل. كي قلت لكم راه دغيا كتوجد معكم ما كتستغرقش واحد الوقت طويل، راه ساعد المكانه اختي توجديها وهكا تفرحي وليداتك. وهكا تحطيها هكا في المائده ديالك تزيني بها هكا المائده ديالك ديال الافطار. سهله ماهله مقادير بسيطه، وكي كتعرفوا عليا دائما كنجيب لكم الساهل والبسيط. وما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه كالعاده، وكذلك بارطاج الاصدقاء والاهل والاحباب باش كتعمل فائده وتفعل القناه تزيد القدام وحتى حنا تحفزونا نعطيوكم اكثر واكثر. وكانت هذه هي النتيجه ديال المعسلات ديالي. انا راه كان ندير داكشي باش حق الاضاءه ما عطيش حق لهاد المعسله هذه. وهادو هكا درت لهم هاد اللوز هكايا انصاف ديال اللوز مقلي غير كتزين وصافي. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. وهذه درت لهم شويه د اللوز كيفيلي هكا في الوجه. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم كي قلت لكم وبارطاج. وشكرا لكم وشكرا للتتبع ديالكم. وكنقول الناس جداد اللي انضموا للقناه مرحبا والف مرحبا، نورتوا القناه. والناس اللي معايا من الاول القناه راه بكم غدا ولهلا يخطيك. وهنا غينتهي الفيديو ديالنا، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.